هو بداية هذا الفيديو كان لازم نحط اللقاء الغائب ريال مدريد مع برشلونة، اللي اليوم كان لازم المفروض يكون هو محل الباسيتي اللي لعب هالمباراة، بس لأنه ما حضر وكان متواجد الباسيتي فخلينا نوجه تحية كبيرة للسيد فليك، اللي بصراحة كل مباراة عن مباراة عن مباراة ببهرنا بطريقة تحكمه بلاعيبته، طريقة إدارته المباراة، كأنه هذا المدرب لسه عمره 17 18 سنة ولسه عنده حب التعلم وعنده الفكر الشغيل، كيف صحح أخطائه، كيف يتعلم من حاله، شيء خيالي. لازم صراحة يكون أيقونة. إذا استمر هذا الشيء كل شيء ممكن يحققه مع برشلونة هذا الموسم، مثل ما حققه الموسم الماضي كان إعجازي، فكل شيء بحققه هذا الموسم كمان راح يكون إعجازي. إذا حدا بده يدعس لي على طرف بدي أطحن عظمه. وبما انه قلت لك انه كان لازم يكون الكلاسيكو اليوم، فخليني اقول لك انه نحن بافتتاحيه مشوار اربيولا طلعنا من كاس الملك وسلمنا الامور لالباسيتي وريحنا الجماهير الريال من حبه الضغط الزياده حياخذوها ومن ازمات ممكن تصير معهم بهي المباراه. لهيك طلع الباسيتي يلعب وحس بعدين انه اكل دفشه لحتى طلع لهون. يعني الريال بدل ما يجي هو بعتني لالي، وبعدين لحتى حس بالغلط وحس انه في فخ كان مهيأ له وقع فيه، فكر حاله البسيط انه مثل ما قدر على ريال مدريد بكل بساطه ممكن يقدر على برشلونه اليوم، وراح يطبق طريقته انه والله يسجل هدف، ياخذ له هجمه، ياخذ له حركه. بس يعني نسيت انه برشلونه في عنده فليك، في عنده اللعيبه داخل المباراه من اول مباراه لاخرها شفناها ملتزمه في سيستم الفريق عم بيمشي عليه، في التزام. السيستم يلي ممكن احيانا يخسرك مباريات او ما يربحك مباريات معقده، بنفس الوقت بيضمن لك مباريات سهله النتيجه اللي عندك بكل الاحوال. اليوم كل المشجعين اللي شافوا المباراه برشلوني ريالي حتى لو بشجع الدوري الانجليزي، اعطيني نسبه 5% انت كنت حاطه في بالك انه البا سيتي ممكن يخسر برشلونه. ما حدا متوقع هذا الشيء. خلاص اليوم الامور تقريبا منتهيه، حتى برشلونه لما كان 0-0 عم يلعب بهدوء هادي راكز وانت عارفان خلاص عم مشي رتمه، عم مشي اسلوبه، عم مشي السيستم تبعه، رح يجي وقت ويحط هدف ويريح. وقت بعد الهدف 1-0 رح تلاقي دزيت اهداف وصلت. واللي عم اخر هذا الشيء هو لحد الان ما امن مهاجم لبرشلونه يلعب يكون مهاجم شاب قد حاله قناص يسجل اهداف. شو هاد سيد راسي؟ لا ليش؟ شو شايفني؟ شو شايفني يعني فاتح سبيل؟ يعني صدق انا احيانا ما بتمنى انه يجي برشلونه مهاجم، لانه لما حيوصلوا مهاجم راح يكون الفريق يوصل للذروه من اقل امكانيات. قدر فليك يصنع منا نجوم، يصنع منا كتيبه ترعب لما حتلعب بالسيستم تبعها. فليك بيقول لك اي 11 لاعب حنزل على الملعب عنده سيستم رح يلعبوا عليه، رح يخوفوك انت، ما رح تقدر تجاريهم بالرتم تبعهم حتى لو كانوا الاحتياطيين حتى. شباب شباب وهون الشيء اللي فاتك انت واللي فات انا بالبدايه، انه لو كنت مفكر انه ريال مدريد كان غايب هالمباراه بقول لك لا يا حبيبي، ريال مدريد كان موجود وتجلت روحه باللاعب الاسطوره الاثنين دوري ابطال بايخو. بايخو نزل على الملعب في الدقيقه 30 بديل للاعب انصاب من الباسيتي. بتحس الباسيتي تحسهم فريق هيك بسوريا، يعني فريق حاره، بتحسه مثل مثلا فريق راس البسيط هيك. الملعب تبع 16,000، فهذا الملعب تخيل يعني اجوا عليه جماهير الريال، اجوا عليه جماهير برشلونه خلال 10 ايام تقريبا. ما علينا. فياخو حضر الملعب ونزل كتر خيره وقدم اداء والله يعني حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله انه تصرف هذا الحال. ف يعني الله يعين الباسيتي على البلوه اللي بلاهم اياه ريال مدريد بفيوخ اول موسم، رجع بلاهم انه يلعب مع برشلونه هلا كمان بربع النهائي. الله يوفقك إلهي، الله يوفقك. بس نحن لازم نركز، لازم نركز على كميه الهدوء وعدم الاستعجال، صناعه الفرص، طريقه تنوع بين اللعيبه. شوف غياب اللعيبه كله ما كان مأثر على برشلونه. برشلونه كان جاهز باي وقت انه يسجل. برجع بقول لك لو كان في مهاجم ممكن يسجل هدف من الدقيقه الخامسه. هذا الشيء اللي عم يأثر على الفريق. مجرد ما يصير في مهاجم قناص للفريق حتلاقي الفريق خلص يعني علّى وصار بالسما. التزام بالتكتيك، دائما ملتزمين بالتكتيك، ما بيحاولوا انه خلاص نحن نخلق عبثيه او نضيع. وهذا الشيء اللي وصل برشلونه لهون، اللي وصل برشلونه اليوم لنصف النهائي. برشلونه نام فاق لقى حاله بنصف النهائي، كيف ما بيعرف. ب 90% امن على البطوله.
اليوم الفريق الوحيد اللي بعد اللي خرج يقاوم برشلونه هو اتلتيكو مدريد، واتلتيكو مدريد كفيل انه يطلع مباراه بكره يخسر، وحتى ما يتم كبير بهالمنطقه هي هون بالرباعي الذهبي المربع الذهبي بكاس الملك غير برشلونه. وبرشلونه بعتقد الذهاب والاياب الجايين حيلعبوا بالاحتياط ويطلع النهائي ممكن يلعب بالاحتياط. خلاص هي بتسمى بطوله الاحتياط، لانه اضعف من هيك بطوله مستحيل تعدي عليه. وهذا الشيء على فكره ما بيرجع من برشلونه، يعني اوعى تفكر انه هذا الشيء بيرجع من ضعف برشلونه، لا ابدا، هذا الشيء من ضعف الريال، من ضعف اتلتيكو مدريد، لانه اليوم ريال مدريد ضعيف حتى بالاساسيين، وبرشلونه عم يعطي قوه حتى باللاعبين البدلاء. هذا الشيء انه المنظومه عم تشتغل، عم تعطي دفع، عم تعطي فائده. هذا التكتيك اللي بنحيي عليه إن فليك اللي عم يقدم افضل اداء له حاليا. بالنسبه لي دائما مستواه عم يعلى لحد ما وصل لمرحله وقف عندها، لا هو دائما عم يحاول يرجع يعلى. ما في انسان كامل بكون عنده اخطاء برجع بصلحها برجع بيعلى فيه. كلنا ننتخبه، كلك جو، كلنا بنحبه، أكابر، كلنا معه، رجال، وبتحبوا مين؟ بيسق وحبيبكم مين؟ كتر خيرك عمي. شوف انت للعبره، يعني نفس الهدف اللي دخل على ريال مدريد باخر الدقائق اللي لو ريال مدريد حافظ عليه كان ممكن انه يطلع يخلصها بالضربات جزاء او هيك شيء انه يطلع يتاهل اليوم. بس نفس الهدف تقريبا اكله اليوم برشلونه باخر الدقائق. ما بتلاقي نفس لعيبه الريال كيف صار تخبط، لا ابدا. لعيبه برشلونه تموا هادي، حاول يمسكوا الطابه اكثر. شوف فليك تعليماته كانت واضحه لهم انه حجزوا على الطابه اكثر، خلاص مشوا الطابه اكثر بيناتكم، ضيعوا الوقت اكثر. لما حتى جيتهم فرصه باص 2-3 حطوا الهدف الثالث وطلع اوفسايد ورجع طغى. بس ما هيك برشلونه خلص امن، انا يا بسجل هدف يا ما الطابه حتى عندي، ما راح اترك الطابه ابدا حتى ينتهي المباراه. وهذا اللي كان عرف كيف يخلص مباراه بسهوله. هذا الشيء المفروض اللي احنا نتعود عليه بريال مدريد، انك تعرف كيف تخلص مباريات بسهوله، ما تعذب حالك بزياده، ما تتعب حالك على شيء ما بيستاهل. وهذا الشيء برجع بخسرك كثير لقدام. برشلونه وصل لنصف النهائي، رح يلعب نصف النهائي ما بعرف مع مين، ولكن بعتقد ان البطوله انحسمت له. انا اليوم اذا بدي احط تشجيع لريال مدريد على طرف، بقول لك انه برشلونه مقدم بطوله عظيمه، قدم دوري عظيم مع كل شيء معه نقص وضعف وهيك، ولكن عم يقدر انه يلم حاله بسهوله ويربح وينتصر. مرشح كان ريال مدريد، بتلاقي برشلونه دائما سابقه بخطوه وخطوتين واحيانا 5 خطوات. وهذا الشيء يحيي عليه برشلونه وبرافو فليك. ويعني يا نيال برشلونه بفليك. بس انا هون حبيت اختم هذا الفيديو انه يا نيال برشلونه مره ثانيه بفليك. فليك لازم ما يرحم، حتى لو حيقدم استقالته لازم الناس تبوس ايده ورجله انه يجيبها بالفريق. شفتوا الفيديو هون لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس ليوصلكم كل فيديوهات اول باول. تصبحوا